ايه 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 انتوا وايه احنا وايه هم كلهم وايه التلييس اللي احنا خدناه كلنا كده؟ كان لا اسمع بس واحده معلش. اليوم ده من اوله لاخره كان يوم تلييسي للكره المصريه، كلهم اتليسوا. المره اللي فاتت انا قلت لك هات الاله الحاسبه، المره دي انا مش محتاجها، خدوها انتوا بقى خلاص بقى، احنا خدوها انتوا اللي تاخدوا دلوقتي. مصر اتغلبت 4-0 في الكوره، بعدها الزمالك اتغلب ما شاء الله، بعدها الاهلي تعادل ما شاء الله. يعني بص يوم خراب، يعني يوم بائس خراب. بس انتوا دايما رحتوا فين؟ دايما انتوا كنتوا دايما مشرفين الكره المصريه، حصل لكم ايه؟ بس رجعتوا لطبيعتكم تاني. ايه اللي طبيعتنا يا ابني؟ طبيعتنا فوز، طبيعتنا عشان انتوا كولر عندكم ما اختبرش، مش عشان انت رزعت الزمالك 3 وعشان مش عارف بغيرك صحيح. الزمالك رزع المرزوع من كله 3، فما تحسسونيش. انتوا دايما كنتوا محسسيننا ان انتوا الفرقه اللي هي بتاخد حق الكره المصريه، رجعتوا على حقكم، اتخذتوا على عينكم في كاس العالم ودوري ابطال افريقيا بتتاخدوا على عينكم، اتخذتوا على اربعات ورابع، وبعد كده هو صن داونز مع هلال. معلش يا حبيبي، معلش المره دي معلش ليك بس. فانت كده بتكلمني انا يا بائس يا اللي الترجي ليسك. ما يا باشا، ما انت اسوان ليسنا والداخليه ليس، احنا ما عندناش. خلاص نحسته يعني يا باشا. انا يا عمي اسمع مني، نحسته. نحسنا دي دي يا هيثم معلش يا هيثم. اولا دي يعني قبل ما ندخل في اي حاجه، انا بس عايز اعرف دي منظر لعيبه عندنا تجيب بطولات؟ لا دي منظر يعني ده خط نص عندنا كزمالك فيه رؤى وعمرو السيسي ودونجا الهجاز، ده خط نص يعتمد عليه. مصطفى شلبي تعالى مأكدين لي ان هو جامد. عمر جابر، تعالى يا عمر يا جابر، انت ايه مميزاتك؟ لا طويل وبتعرف تجيب اجوان، ولا بتدافع، ولا بتقف، ولا بتعرف ترفع عرضيه. انا مش عارف ايه مميزاتك كلاعب كوره. ولا يلعب كره القدم بجد. جه ازاي ومين اللي جابه؟ انا مش عارف. انا عمر شرف الكره المصريه يحصل فيكوا كده. يحصل فينا ايه يا ابني انت؟ مش عارف يحصل فينا ايه يعني. احنا عندنا دلوقتي عندنا دلوقتي 4 ماتشات، لو خدنا منهم 3 وتعادلنا 1 وصلنا خلاص. يعني هتصعدوا، يبقى ما تمثلوش بقى وتقعدوا تقولوا يعني احنا بره البطوله، وفي الاخر هتصعدوا وتاخدوا البطوله وماشيه معاكم حلاوه، لان الحظ دايما معاكم. وهتلاقي اللي صن داونز النهارده طيب. اصابات بقى قبل ماتشكم، هتلاقي تحكيم. ايه اللي ضايقك؟ لا مفيش حاجه تضايقني. ايه اللي هيضايقني يعني؟ يا خلاص مفيش حاجه مضايقك؟ لا مفيش حاجه مضايقني. معلش. منتخب الشباب ومحمود جابر يا ابني، ده انا بكرش ده العب عن منتخب الشباب ده في كوره. انا ما اعرفش اقسم بالله ازاي انا شتمت. انا اول مره اتنرفز بالشكل ده على الكوره دي في اول الشوط الاولاني. الواد لم 3 والجون قدامه شوط. اي لاعب ابني مالك يشوط يدخل الكوره جون. انا مش مستوعب ان احنا لما اتغلبنا من نيجيريا وقال لك اصبروا ما تهدموش المنتخب، ما يبقى عنده فرصه ان احنا نكسب السنغال. 4 من السنغال. يا انا مش قادر افهم على اي اساس. ولما يجي عضو في اتحاد الكوره يقول لك ان انا ما نعرفش اسس اختيار محمود جابر كانت احنا جينا لقيناه. ما انا مش فاهم العشوائيه اللي حصلت. بقول لك ايه، مش جابر ده اللي هو ابو عمر جابر. ما هو طبيعي يعني. انت محتاج ايه بقى؟ انت شايف يعني احداث كنت بتتكلم عن عمر جابر من شويه، حصل له ايه؟ اديك شايف. يا اسطى انتوا ريحتوا كده خلاص، ولا احنا اللي ريحنا خلاص، ولا احنا كلنا ريحنا خلاص عشان الاخ مرتضى في السجن دلوقتي؟ ان مصر كلها فرحانه طبعا. وانت مش شايف؟ طبعا شايف. يا زملكاويه قبل اهلاويه. بس ليه بقى بيعتبروا ان احنا كنا مسمينه الاسد، وان احنا يمين؟ انتوا ما سميتوش الاسد؟ مين؟ عينه معينه، ناس معينه منتفعه. في ناس لحد دلوقتي بتخش تطبل له وتقول عادي الاسد، ناس معينه، وان هو واقف قصاد مش عارف ايه. لا. وعمل ايه وسوى ايه. نيفر داي مرتضى نيفر داي. انا مستر اكس ده انا ما اعتقدش ان دي نهايته يعني. اعتقد انه هيرجع زي مستر اكس بالظبط. فمش عايزكم تفرحوا قوي، ولا عايز احنا الزمالكاويه يا ابني حبيبي، لان هو اصلا احنا كنادي الزمالك وجمهور الزمالك احنا كنا معتبرين ان النادي مش بتاعنا ولا بتاع الجمهور، لانه اكتر واحد غلط في الجمهور واكتر واحد شتم بعض برضو اعضاء الجمعيه العموميه. فهو كده اصلا هو كان بيعتبر النادي بتاعه بتاع ولاده. احنا كزملكاويه ما كناش مبسوطين بيه ولا مبهورين
وينبي باللي هو بيعمله وكده، واديك شايف حجم الصفقات البايظه كلها اللي جابها. ما انا مش قادر استوعب ان انا المفروض افرح واطبل. مصطفى شلبي بياخد ملايين يالا، ملايين، ومصطفى شلبي وعقد دونجا اللي كمان، وعقد دونجا كمان اللي اتسرق. فتخيل انا كواحد زملكاوي ابقى انا يتقال لي مليون معلش ان مرتضى ده جه رئيس نادي عندنا، وانا بقولها لك قولها لي بالفم المليان معلش ان ده رئيس نادينا. فالحمد لله. وانا برضو مع ده اخر اختبار للمجلس الاداره ان هو يثبت بقى اذا كان ولاؤه كان لمرتضى ولا للجمهور ولا للجمعيه العموميه، ان هم يقرروا بقى بدل ما يدخلونا في قصه اللجان وقصه البتاع، يستوعبوا ان هم يبداوا مع اول اجتماع طارئ للجمعيه العموميه يحددوا ميعاد انتخابات عشان يلحقوا كل الزملكاويه من قرف اللجان اللي احنا شفناه وكده. ده لو هم بيحبوا النادي ويعملوا للاسف زيكم، ما هو ده المشكله عندنا للاسف زيكم. للاسف انتوا كاهلي فعلا عندكم بتحبوا ناديكم، اي نعم بتمثلوا ساعات، بس بتبقى جايبه الحب بيبقى ظاهر حتى لو تمثيل. لكن احنا لا، احنا الكره باين. يوسفنا اقول لك قول لنا معلش بجد، لان الفتره اللي جايه للزمالك والزملكاويه خراب، حتى فيريرا مش مركز ان حقه. لا انا بقول لك اهو. انت ايه هيثم عايز ايه؟ معلش خلصت الكلام الجميل ده كله، بس الزمالك مش في الحسبه ولا ايه؟ لا احنا خلاص بره طبعا. احنا يا دوبك ننافس بيراميدز او فيوتشر على التاني لو عرفنا نوصل التاني. ما هو انت بقى لو سالتني ان الحاله اللي حصلت للزمالك السنه دي ده مش هتتكرر السنه الجايه في افريقيا، قول لي ليه؟ لان احنا اصلا مش هنصعد افريقيا. فعشان ما حدش يتعشم ان اللي احنا بيحصل لنا ده يحصل لنا السنه الجايه، احنا مش هنبقى في افريقيا. فعشان كده بقى دي السادسه، معلش السادسه مع معلش انا جنب النادي ده